سر احتفال إمام عاشور بالبالونة البيضاء. أهلا بكم في قناة حكاوي الغلابة. اسمع معايا، ما الهدف وراء احتفال إمام عاشور بالبالونة البيضاء بعد الفاصل. ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. على موضوع امام عاشور، وهقول حاجه يمكن انت تستغرب لها وكل المشاهدين يستغربوها. اتفضل. انا عايز اقول شكرا امام عاشور، بشكره جدا، بشكره على بالونة الموسم اللي بينت لنا حجم السطحيه اللي احنا عايشين فيها على مستوى الكره في مصر. احنا اهتمينا بالتصرف بتاع امام عاشور، وما احنا شاغلين بالنا لا بمستوى الدوري ولا تطوير اللاعبين ولا تطوير الحكام ولا تطوير جوده الملاعب ولا المعدلات التعادل الكتيره جدا في الموسم الاستثنائي دوت. طبعا انا بقول شكرا امام عاشور. احتفل إمام عاشور لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بطريقة مثيرة للجدل بعد تسجيل هدف في شباك سموحة بالدقيقة 49 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا. وفوجئ إمام عاشور الجميع بالكشف عن بالون أخرجها من الشراب عقب تسجيل الهدف، واحتفل بطريقة مثيرة للجدل بعد مضاعفة النتيجة لصالح الأهلي. وتقدم الأهلي على سموحة بهدفين دون رد حتى الآن بعد تسجيل أفشة. سبب احتفال إمام عاشور بالبالونة في مباراة الأهلي وسموحة، وكان اللاعب إمام عاشور أوضح في مكالمة هاتفية مع الإعلامي محمد شبانة سبب احتفاله بالبالونة البيضاء في مباراة سموحة، إذ يقول شبانة: تواصلت مع إمام عاشور وإمام أكد أن الاحتفال خاص ببنته، وهو قالها أنه في حالة تسجيل هدف سيحتفل بالبالونة ويفرقعها في المباراة. إمام عاشور والبالونة البيضاء. مشهد إمام عاشور وهو بينفخ بالونة امبارح بعد ماتش الأهلي عمل بلبلة كبيرة. ناس قالوا إن احتفال سافل لا يصح ولا يجوز وفيه إسقاط مهين على نادي الزمالك، وفي ناس تانية شافوا إن التصرف عادي ومن حقه يفرح بالشكل اللي يعجبه. إمام عاشور دايما مثير للجدل رغم موهبته الكروية اللي ما يختلفش عليها اتنين، إلا أنه بين كل فترة والثانية بتطلع له مشكلة من تحت الأرض ويكون متورط فيها، زي البوست اللي نشره من فترة عن محمد رمضان المدير الإداري للنادي الأهلي، وقال: يا شيخ كرهتنا في الشهر الكريم. وبعدها بشوية حذف البوست واعتذر وقال نصا: ما كنتش أقصد. إمام عاشور يبرر مشهد نفخ البالونة البيضاء، نشر صورة له هو وبنته وأخفى وشها، وكان بينفخ لها بالونة بيضاء عشان يقول: ما كنتش أقصد أي إهانة لأي شخص، وإن تصرفه في الملعب كان تصرف عادي، وإن حب يفرح بنته. تفتكروا احتفال إمام عاشور بالبالونة البيضاء يقصد بيه نادي الزمالك ولا مجرد احتفال عادي؟ السؤال يطرح نفسه، ولو عندك رد وإجابة لهذا السؤال اكتبها لي في التعليقات.